انا المفروض اللي ابهر، انا المفروض اللي احسن. اعجاب الناس باي حد غيره بيساوي عنده الحقد والكراهيه ليك وللشخص. طب ليه؟ لان هو بيعتبر ده نقد مباشر ليه وينقص منه. يعني ينفعش يقول الله البنت دي حلوه قوي، هو ايكوال تعريفه اللي بيجوا في دماغه ساعتها او بتيجي في دماغها ساعتها يعني انا وحشه في ساعتها. يعني قبل ما اللي قدامه يخلص الجمله يكون هو جه في دماغه يعني انا وحشه. طب ليه انا بقول فلانه حلوه؟ ايه علاقتك؟ ايه العلاقه؟ لان هو لازم ليه بقى اللي وراها؟ لان انا المفروض ابقى الاجمل، انا المفروض اللي ابهر، انا المفروض اللي احسن، انا المفروض اللي كذا. يعني مثلا تلاقي واحده في الاكل ايه ده الله المكرونه بتاعتك حلوه قوي، تلاقي امي نطت يعني انا مكرونتي وحشه؟ انت مال امك بمال المكرونه؟ عشان انا اكلي احسن، اكلي احلى، اكلي انا بس لازم تشكر في اكلي. اي حاجه تسحب منهم طاقه الانبهار لازم تبقى بالنسبه لهم نقد مباشر، انقاص من قيمتهم. اي طاقه انبهار تتشال منه او تروح لاي حد حتى لو اقرب الناس ليه بيعتبر اللي قال واللي اتقال له الاتنين اعدائه.